مساء الجمال على كل عشاق النادي الاهلي في كل مكان. اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من حلقات مشجع التالتة. كالعاده حلقه النهارده مليئه باهم الاخبار والتفاصيل المهمه جدا اللي بتخص النادي الاهلي. بس في الاول كده وقبل ما نبدا حلقتنا يا ريت ما تنساش تعمل لايك على حلقه النهارده فضلا وليس امرا. وحابب اقول لك انك انت تقدر تتابع كل اخبار الاهلي من خلال قناتنا. انزل دلوقتي اشترك في القناه وفعل زرار الجرس عشان تتابع معانا كل جديد عن اخبار الاهلي. مش هطول عليكم اكتر من كده، تعالوا بينا نبدا حلقتنا باول اخبار الاهلي. الاهلي يستعد لتقديم عرض النادي الجزيره الاماراتي خلال الايام القادمه من اجل التعاقد مع ابراهيم عادل خلال فتره الانتقالات الشتويه المقبله. ومصدر داخل الاهلي يؤكد بان الاهلي يرغب في التعاقد مع ابراهيم عادل مع احتماليه دخول اليو ديانج في صفقه تبادليه من اجل الحصول على خدمات ابراهيم عادل خلال فتره الانتقالات الشتويه القادمه، خاصه وان اداره الاهلي بتحاول الاستفاده ماليا من اليو ديانج بسبب صعوبه تجديد عقده مع الفريق حتى الان وتقديم بيراميدز اغراءات ماليه ضخمه للاعب من اجل الحصول على خدماته. ويؤكد بان اداره الاهلي بتحاول ابرام صفقه تبادليه مع نادي الجزيره الاماراتي وعرض عليهم اليو ديانج من اجل الحصول على خدمات ابراهيم عادل خلال فتره الانتقالات الشتويه القادمه. الجهاز الطبي للاهلي يؤكد تحسن حاله امام عاشور بشكل كبير ويتوقع عوده اللاعب الى تدريبات الاهلي الجماعيه خلال 3 أسابيع. واللاعب بيواصل تنفيذ البرنامج العلاجي تحت اشراف الجهاز الطبي للتعافي من الوعكه الصحيه الذي تعرض لها مؤخرا، وسيجري بعض التحاليل الطبيه في منتصف الاسبوع الحالي. احمد رضا يصل للمرحله الاخيره من برنامجه التاهيلي للتعافي من الام الركبه ويقترب من العوده الى تدريبات الاهلي الجماعيه. والاهلي يؤكد بان اللاعب سيرافق بعثه الفريق في رحله برونديا لمواجهه ايجل نوار البروندي في دوري الابطال. يستروب مدرب الاهلي الجديد عقد جلسه مع الجهاز الطبي للاهلي للتعرف على حاله اللاعبين المصابين ومده غيابهم عن الفريق وموعد عودتهم الى تدريبات الاهلي الجماعيه. وايضا طلب تقرير شامل عن كل لاعب وعن الحاله البدنيه بدايه من فتره اعداد الاهلي في تونس. الاهلي ينفي كل ما يقال عن رحيل طاهر محمد طاهر عن الفريق خلال فتره الانتقالات الشتويه المقبله. ومصدر داخل الاهلي يؤكد بان مجلس اداره الاهلي لم يتخذ اي قرار بشان اللاعبين الراحلين عن الفريق، ويؤجل الامر لحين تعرف يستروب على جميع اللاعبين واتخاذ قراره بشان الراحلين عن الفريق. الكابتن عماد النحاس والكابتن وليد صلاح الدين وحسين الشحات وعمر كمال عبد الواحد وطاهر محمد طاهر واحمد عبد القادر حرصوا على زياره الكابتن حسن شحاته للاطمئنان على حالته الصحيه وتكريمه بقميص يحمل اسمه تقديرا لتاريخه الكبير. الجهاز الطبي للاهلي قرر حقن حسين الشحات بالبلازما ضمن البروتوكول العلاجي المخصص له لتجهيز اللاعب بعد اصابته مؤخرا في وتر العضله الخلفيه، ويضع برنامج تاهيل خاص للاعب خلال الايام القادمه من اجل التعافي من الاصابه. يستروب مدرب الاهلي الجديد يقود تدريبات الاهلي لاول مره غدا استعدادا لمواجهه ايجل نوار البروندي في دوري ابطال افريقيا يوم السبت المقبل. وبعض المسؤولين داخل الاهلي اكدوا بان المدرب لديه حماس وشغف كبير لقياده تدريبات الاهلي لاول مره غدا على ملعب مختار التتش. الاهلي يستقر على اصطحاب شيف خاص خلال رحله الفريق في برونديا لمرافقه بعثه الفريق لتنظيم البرنامج الغذائي للاعبين. الاهلي يستقر على سفر بعثه الفريق الى برونديا يوم الخميس المقبل لمواجهه فريق ايجل نوار البروندي في ذهاب دور ال 32 من دوري ابطال افريقيا. الاهلي يستعد لفتح التفاوض مع حسين الشحات من اجل تجديد عقده مع الاهلي خلال الفتره القادمه، ومن المقرر بانه سيكون هناك جلسه حاسمه من جانب الكابتن وليد صلاح الدين مدير الكره بالاهلي مع حسين الشحات لانهاء كل الامور المتعلقه بتجديد عقده مع الفريق. الاهلي احال ملف اللاعبين الاجانب بالكامل الى يستروب مدرب الاهلي لاتخاذ قراره بشان الراحلين على الفريق واللاعبين الذي يرغب في تواجدهم مع الاهلي خلال الفتره القادمه. ومصدر داخل الاهلي يؤكد بان اداره الاهلي ابلغت يستروب مدرب الفريق بانه هو المسؤول الاول عن ملف اللاعبين الاجانب والصفقات الذي يرغب في تعاقد الاهلي معها خلال فتره الانتقالات الشتويه القادمه. الكابتن وليد صلاح الدين ينتظر عوده احمد نبيل كوكا من بعثه المنتخب الوطني لفتح التفاوض مع اللاعب من اجل تجديد عقده مع الاهلي خلال الايام القادمه. ومصدر داخل الاهلي يؤكد بانه سيكون هناك جلسه حاسمه من جانب الكابتن وليد صلاح الدين مع اللاعب من اجل حسم كل الامور المتعلقه بشان تجديد عقده مع الاهلي. الاهلي يؤكد عدم الدخول في اي مفاوضات من قريب او بعيد مع مصطفى محمد خلال الفتره الماضيه للبحث عن امكانيه تعاقد الاهلي معه خلال فتره الانتقالات الشتويه القادمه. ومصدر داخل الاهلي يؤكد بان اللاعب كان دخل دايره اهتمامات الاهلي بقوه خلال فتره الانتقالات الصيفيه الماضيه، لكن اللاعب رفض وابلغ مسؤول الاهلي بكامل احترامه واكد لهم بانه لديه رغبه بالاستمرار في الملاعب الاوروبيه، وبناء عليه اداره الاهلي لا ترغب في الدخول في اي مفاوضات مجددا مع مصطفى محمد خلال الفتره القادمه. والد اشرف داري يؤكد
ويؤكد بأن كل ما يقال عن رحيل أشرف داري عن الأهلي أمر غير صحيح وليس له أي أساس من الصحة، ويؤكد بأن نجده لم يطلب الرحيل عن الأهلي ولا توجد أي نية في ذلك ولا توجد أي مفاوضات من جانب مسؤولي الأهلي من أجل رحيله في الشتاء. كمان والد أشرف داري نفى كل ما يقال عن طلب نجله 150 مليون جنيه من الأهلي أو أي مقابل مادي من أجل السماح برحيله سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي أو فسخ التعاقد. وبكده يا صديقي نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة اللي بتمنى تنال إعجابكم. في نهاية حلقتنا ما تنساش تعمل لايك، ولو أنت مش مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زرار الجرس عشان تتابع معانا كل جديد عن أخبار الأهلي.